شاءت حكمة الله جل جلاله أن يمرض الإنسان، وفي المرض عوامل لا تزال مجهولة، فبينما تجد أسباب المرض تصل إلى بعض الأجسام فتفتك بها، تجد أجساما أخرى تمتنع عن أن يفتك بها جسم. هذا الدعاء من أدق الأدعية. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وترد بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور، يا شافي الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. اللهم وما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه. طموح النبي ليس له حد. اللهم وما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي، يعني ما سألتك إياه، ولم تبلغه نيتي من خير وعدت به أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أسألك وأرغب إليك فيه، وأسألكه برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، اللهم هذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي، ونورا في سمعي، يعني لا أسمع إلا الحق، ونورا في بصري لا أرى إلا الحق، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في مخي، ونورا في عظامي. اللهم أعظم لي نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا. سبحان من تعطف بالعز وقال به، يعني أقال به. سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. هل بعد هذه الفصاحة من فصاحة؟ هذا الدعاء، والدعاء مخ العبادة. يعني أتمنى أن يكون للمؤمن ساعة يناجي بها ربه، ناجه في الطريق، وأنت تمشي، وأنت في مركبتك، وقبل أن تنام، وبعد أن تستيقظ. مناجاة الله عز وجل شيء مسعد جدا. سؤال الله عز وجل الشفاء، وأن تستخدم القرآن الكريم
أن تتلو القرآن الكريم أو آية الكرسي أو المعوذتين، هذا من الرقية، والرقية مشروعة في الإسلام، لكن هناك من يدجل على الناس فيكتب لك كلاما لا معنى له وخطوط وإشارات وحروف لا نفهمها، هذا باطل في باطل. أما الإنسان إذا قرأ لك القرآن وكان موصولا بالله وصالحا فهذا مما أقر به النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. إذا قراءة القرآن بنية الشفاء والسلامة والحفظ هذا من الرقية. هناك قصة ينبغي أن نقرأها لكم. وقبل القصة عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا الكلام منطلقه أن أسباب السلامة وأسباب الشفاء وأسباب المرض بيد الله عز وجل. الإنسان يعلم أقلها ويجهل أكثرها، والله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. فأنت حينما تقرأ القرآن بنية الشفاء أنت سألت الله الشفاء فقط، أنت موحد، ما فعلت شيئا يظنه الناس خرافة، أنت موحد تسأل من بيده عمل هذه الأجهزة أن يشفيك. القصة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. يعني إذا الإنسان زار مريض وكان صالحا وكان مقربا إلى الله عز وجل فيما يظن، ولا نزكي على الله أحدا، يقول: اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. القصة الطريفة التي رواها الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، كقصة سيدنا الخضر وسيدنا موسى، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني على وشك الموت. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين رفضوا أن يستضيفوهم، لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم منكم شيء؟ فقال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، بدنا إجرة. فصالحوهم على قصيع من الغنم، فانطلق يقرأ الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة وينفث بها على اللذيغ فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به
قلبة يعني وجع ولا ألم، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه.